الوحدة دي يا جماعة في البالم، في جزيرة النخلة من إلينغتون. زي ما انتوا شايفين المطبخ معمول بستايل أوروبي. إلينغتون معروفين ان هما بيركزوا على التفاصيل الصغيرة، زي المكان اللي هي بتحط فيه الليفة والصابونة بتاعة المواعين. مركزين برضو الابلاينسز كلها من ايطاليان او جيرمان. التفاصيل الصغيرة دي بيركزوا فيها دايما. فريدج من ميلي. دي ستورجز، خزانات كتير قوي زي ما انتوا شايفين. وعلى الشمال هنا ده حمام الضيوف، عاملين فيه زي ديسبلاي كده لو عايز تحط عليه الديكورات. ورا المراية دايما فيه خزانة للأدوية. حتى تحت هنا بيستغلوا كل المساحات، ما تلاقيش أي مساحات ضايعة إلا لما تلاقي فيها خزانة أو تلاقي فيها سبوت لايتس كده وعاملينها مكان للديكوريشن. دي اللي بتحط فيها الواشنج ماشين أو غسالة الملابس. هنا مكان التلفزيون، وهنا لو عايز تعمل زي برضو ديكور. الفيو طبعا تحفة، فيو البحر. هنا مبنى بيتبني. هنا نشوف الأوض. دي أول أوضة على اليمين زي ما انتوا شايفين. طبعا أعلى كواليتي. دي مكان للأكسسوارز والساعات. ودي الحمام بتاعها بيبقى هنا برا على الشمال. خشب تحت. فوق الشاور زي الرين شاور اللي هو زي المطر، وعاملين مكان هنا تحط فيه الشاور جل والحاجات دي. ورا المراية نفس الكلام، في ستورج. ودي هنا في عندك برضو خزانة برا. ودي الماستر روم. طبعا عندك مش عارف ابتدي منين. في عندك هنا طبعا الخزانة زي ما انتوا شايفين ضخمة جدا. وبعدين على ايدك الشمال هنا بتدخل فيه الحمام هيز اند هيرس. وعندك نوعين بقى من الشاور، عندك الباث تاب او اللي هو البانيو، وفي الشاور الستاندينج شاور. كل حاجة معمولة بأعلى جودة. طبعا الأرض معمولة من ماربل. بص على الفيو قبل ما اسيبكم. طبعا حاجة تحفة. من هنا كمان تقدر تشوف الشط.